روايتك أحيانا بتحتاج إعادة هيكلة، والهيكل اللي هو structure الرواية بتاعتك ببساطة ترتيبة المشاهد في الرواية. فلو مش عارف ازاي تعمل حاجة شبه كده، خليني أقولك في النصيحة 42 لكتابة الرواية، لأن إعادة الهيكلة لوحدها تقدر إن هي تخلي بدل ما روايتك تقليدية تبقى خرافية. خلينا نبدأ بداية تقليدية للروايات. فمثلا المشهد الأولاني بتاعي بيكون إن احنا بنحكي عن ماضي البطل، إن هو كان مهندس بعد كده دلوقتي بقى بيشتغل كدراي كلين. المشهد التاني بيبدأ يوم عادي جدا وسط أهله وصحابه. بعد كده في التالت هو دلوقتي شغال في دراي كلين فبيوصل هدوم. المهم البيت اللي هو راحه في المشهد الرابع سمع جواه أصوات غريبة ولقى الباب مفتوح، فدخل جوه لقى إن فيه جثة، وفي ساعتها الشرطة قبضت عليه. بعد كده في المشهد الخامس نقلنا إن احنا وصلنا اسم الشرطة ودلوقتي هو بيتحقق معاه. طيب البداية شبه هتلاقيها أفلام ومسلسلات وحاجات كتير، ولكن ماذا لو إن احنا قعدنا هيكلة الرواية دي، يعني قعدنا ترتيب المشاهد. فمثلا بدل ما احنا بادين بماضي البطل، أنا مش هغير الحاجة، أنا بس هعيد ترتيبها. فهبدأ برقم 3، هخليه إن هو أول حاجة بيبدأ وهو بيوصل هدوم، بعديها إن هو راح ولقى الباب مفتوح ودخل لقى الجثة واتقبض عليه، بعد كده بقى بيتحقق معاه. تمام. بعد كده هجيب مشهد رقم 2 في الأول عن طريق إن احنا هنحولها لفلاش باك، فهو بيتحقق معاه يبدأ يفتكر